السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كسكسو بالخضره ان شاء الله. تبعوا معايا الطريقه وغادي نبداو ان شاء الله. هنايا عندنا قطع ديال الدجاج. بالنسبه لي انا درت غير الدجاج، كاين اللي بغى يديروا باللحم ولا بحم الراس، نتوما عندكم الاختيار. المهم كديري الدجاج اللي غادي يكفي افراد الاسره. هنايا مطيشه محكوكه تقريبا انا عندي جوج، كانوا ديجا عندي واجدين، وملح على حسب الذوق. هنايا سكينجبير تقريبا 2 معالق صغار، خرقوم، ابزار ان شاء الله، تا هو فلفل اسود، تا هو يعني على حسب، ولكن نتوما كتعرفوا الكسكسو راه كيبغي شويه العطريه. وهنايا الزيت تقريبا كاس ما عامرش، الا عندكم زيت العود تا هو تقدروا ديروا شويه ان شاء الله. مع دابا هو راه زيت العود شي شويه ولا غالي، ولكن زعما اللي متوفر عنده يقدر يدير شويه ديال زيت العود وشويه ديال زيت الروميه، زيت المائده. هنايا الحمص مرقد تقريبا زلافه. هنا الربيع غير قصب بوحدو مربط صافي، تنلوحوه هكاك مربط. شويه ديال الخرقوم ملون اصطناعي، اللي ما بغاش يديرو كيستغنى عليه على الحساب. وجوج بصلات مشلضين كبار بحال اللي كتشوفوا. صافي تنرجعو كلشي ان شاء الله كيتقلى فوق البوطه. ندوزو ان شاء الله باش نحضر معكم السميده ديال الكسكسو. هنايا تقريبا عندي كيلو ديال الكسكسو. السميده ديال الكسكسو انا ما كنبغيش ندير الكسكسو كيجيني السميده كتجيني مزيان حسن. هنايا ملح تقريبا معلقه عامره. كنديروا الزيت وكنبسبسوه مزيان، حيت السميده ما كتبغيش الماء في الاول، كتبغي حتى الاخر. صافي تنديروا الزيت كما كتشوفوا وكنبسبسوه مزيان بين يدينا كما كتشوفوا. من بعد كنرشوا عليه غير شويه ديال الماء ماشي بزاف. ان شاء الله نخليكم مع الطريقه. كما كتشوفوا هنايا غادي نديروا غير شويه ديال الماء ماشي بزاف، تقريبا غير ربع ديال الكاس. يعني الا درنا اكثر راه يتعجل لينا، لحقاش هذه غير السميده ماشي الكسكسو. الكسكسو بالعكس، الكسكسو كتقدري ديري ليه الماء اكثر. بعد ما كيتشحر الدجاج ديالنا كنزيدوا الماء سخون. انا كنت ديجا مسخنه الماء زدتو باش هكا دغيا تيغلي الماء. وهنايا كنضيفوا خيز وجزر واللفت. اللفت كاين اللي كيبغي يديرو كاين اللي ما كيبغيش، ولكن هو كيجي في كسكسو زوين. وكنزيدوا عليه مكور. انا علاش درت كلشي كسكسو هذا الدجاج والخضره وكلشي لحقاش الدجاج دغيا كيطيب، ولكن الا كان عندكم اللحم ما كديروهش، حتى كيطيب اللحم شويه كديروا الخضره. هنايا كما كتشوفوا كنرجعوا نديرو يدينا شويه في الكسكسو باش الا كان فيه شي كويرات ولا شي حاجه كنطلقوهم بين يدينا. تنرجعوا البرمه تفور
التفوره الاولى ديال الكسكسو. وهنايا تفور تقريبا نص ساعه، خليته نص ساعه. التفوره الاولى ديما كتكون فيها نص ساعه. هنا ملي كيتفور مزيان كنجيو تنرشوه مزيان، تقريبا شي 2 كيسان ديال الماء. كنديرو الكاس في الاول وكنطلقوه بين يدينا مزيان، من بعد تنزيدو كاس واحد اخر كنخليوه واحد 5 دقائق وعاد نرجعوه ان شاء الله فوق البرمه يتفور ديال الخضر ان شاء الله. هنا كنرجعو نشوفو الخضيره واش طابت. لقيناها طابت شويه كنرجعو عليها القرعه الخضراء والقرعه الحمراء، كنزيدو شويه ديال الماء وكنرجعوها ان شاء الله تعاود طيب، ونديرو التفوره الثانيه ان شاء الله.
وهنايا بعد ما خليناه تفور ربع ساعة واحدة أخرى، نعاودو تاني نرشوه بشوية د الما، نرشوه تاني مزيان في 2 كيسان وتنحركو كما كتشوفوا. إلا كيجي سخون يقدر يدير هذاك شي حاجة باش يحرك، ما يديرش بيدو. صافي تنرشوه مزيان تنخليوه عاوتاني واحد 3 دقائق ونعاودو نرجعوه ان شاء الله فوق البرمة ان شاء الله. وهنا ان شاء الله دابا غادي نرجعو نفورو التفوره الثالثه ان شاء الله تاني ربع ساعه، وان شاء الله غندير معكم التقديم ان شاء الله. هنا غادي نسيب معكم واحد شويه ديال التفايه. هنا عندنا تقريبا 4 ديال البصلات تقريبا، كنقطعوهم شرائح كما كتشوفوا، كنضيفوا عليهم مليحه ملح وشويه ديال السكينجبير تقريبا راس المعلقه، وشويه ديال الخرقوم، شويه ديال الخرقوم ملون اصطناعي. هنايا درنا الابزار سمحوا لي الابزار، وعاد نديرو شويه ديال الملون الاصطناعي كما كتشوفوا. صافي غنرجعوها طيب وندير تقريبا ربع ساعه، ما نضيفوش بزاف ديال الماء، غير نص كاس، وهنايا تقريبا شويه ديال الزيت.
حنايا كما تفورت التفوره الثالثه، خلينا تاني تقريبا 4 ساعات. غادي نضيفوا ليه هاد المره غير الزبده وشويه ديال السمن. وهنا غنضيفوا غير واحد الراس العلقه ديال السمن المريقه ان شاء الله، باش يجي فيها واحد البنه، واحد المذاق زوين. هنا كما كتشوفوا البصله ديالنا طابت، غادي نضيفوا تقريبا معلقه صغيره ديال القرفه ونص كاس ديال السكر سنيده. نحركو مزيان ونخليوها تعلق. وهنا البنات انا سمحوا لي راني نسيت ما صورش لكم الزبيب. الزبيب كيدار فاش كيدار السكر وداكشي كندير الزبيب حتى هو، غير سمحوا لي نسيت ما صورتوش لكم. وهنا ان شاء الله نخليكم مع طريقه التقديم وبالصحه والراحه.